السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم حبايبي في حصة جديدة من حصص دروس الدراسات الاجتماعية. النهاردة بنكمل إن شاء الله الدرس الأول في الوحدة الثانية، الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي. الحصة اللي فاتت أخذنا عرفنا مين هو محمد علي، وعرفنا سبب توجهاته الاستكشافية والحملات الحربية إلى أفريقيا. عرفنا بعد كده أنه هو قام بالعديد من الحملات، أولها كانت على يد إسماعيل باشا ابن محمد علي، الثانية كانت الحملات اللي قام بها محمد علي سنة 1838، الثالثة كانت حملات سليم بك قبطان. النهاردة هناخد مظاهر النهضة الحديثة في السودان تحت حكم محمد علي. البعض بيرى من المؤرخين ان الامبراطورية البريطانية هي كانت سبب النهضة في السودان، ولكن نقول له طبعا ده مش صحيح، لان بريطانيا اولاد بالنسبة للسودان كان حكمها حكم استعماري، والاستعمار لا يسبب ولا يتسبب ابدا في النهضة، ولكن في حقيقة الامر ان النهضة في السودان كان سببها هو وجود محمد علي، او النهضة التي قام بها محمد علي باشا، وهي النهضة الحديثة. محمد علي باشا قام بعدة إصلاحات في المجال الإداري، إصلاحات إدارية، عسكرية، عمرانية، إصلاحات قضائية، تعليم، ثم التطور الاقتصادي. هنبدأ دلوقتي بإصلاحاته الإدارية. نفس الإصلاحات الإدارية التي اتبعها محمد علي وقام بها في الحكم والإدارة في مصر هو نفس النظام الحديث الحكم والإدارة في السودان. يبقى محمد علي قام بإيه؟ قام بوضع نظام حديث في الحكم والإدارة في السودان بيماثل، يعني إيه بيماثل؟ بيطابق النظام اللي أسسه في مصر. السودان يا أولاد كانت قبل محمد علي لم تكن دولة بالمفهوم المعروف، إنما كانت قبائل متفرقة متصارعة. محمد علي بدأ في إرساء الأمن في السودان إزاي يمس عن طريق واحد، إن هو عين حاكم للسودان اسمه حكم دار. اسمه إيه؟ حكم دار. يبقى حكم دار السودان هو حاكم السودان، وده كان له السلطة العسكرية والمدنية، يعني هو كأنه قائد الجيش وفي نفس الوقت الحاكم هو صاحب السلطة المدنية. كان بيتبع هذا الحاكم دار، كان بيتبع مين؟ وزارة الداخلية. يبقى وزارة أو نظارة الداخلية، يبقى وزارة الداخلية عندنا في مصر هي اللي كان بيتبعها مين؟ الحكم دار، تحت منها حكم دار السودان. تمام؟ طيب هي موجودة عندنا حتى هنا في الرسمة، تعالوا نرسم اهي بتاعت الكتاب اهي كاتبها، وضحها بتأكد فهمة. ديوان أو وزارة الداخلية في مصر بيشرف على حكم دار السودان، وأول حكم دار للسودان كان إسماعيل باشا ابن محمد علي، وهو أول من شغل هذا المنصب. يبقى من هو قام أو عينه محمد علي أول حكم دار للسودان؟ أقول له إسماعيل باشا ابن محمد علي. إسماعيل باشا ابن محمد ابن محمد علي. طيب طبعا هو من أهل الثقة، لأن هو واثق إنه هو ابنه، فأكيد مش هيخدعه. طيب يبقى أول حاجة عملها إن هو قام بتعيين حكم دار أو حاكم للسودان له السلطة العسكرية والمدنية تابع لوزارة الداخلية. إسماعيل باشا بن محمد علي أول من شغل هذا المنصب. بعد كده قام محمد علي بتقسيم السودان ل7 مديريات. 7 مديريات. محمد علي دايما أقول عليه إنه كان بيحب رقم 7، فقسم التقسيم الإداري في مصر إنه قسم مصر إلى 7 مديريات و7 دواوين، والسودان كمان نفس الحكاية ولاد، قسمها إلى 7 مديريات. كل مديرية لها مدير. يبقى أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، كل مديرية من دول ليها مدير. تمام؟ طيب المدير ده مهمته ايه؟ ان هو بيتولى شؤونها تحت إدارة حكم دار السودان. يبقى مين اللي بيدير المديرية؟ المدير. تحت مين اللي بيديهم الأوامر؟ الحكم دار. حكم دار السودان، حكم دار السودان. تمام؟ طيب وكل مديرية من دول يا أولاد، أو كل مديرية لها مدير، وبتقسم إلى عدة أقسام. كل قسم له ناظر، يعني كل قسم له ناظر.
ناظر في كل قسم. يبقى تاني، يبقى الحكمدار أولا حكمدار السودان، تحت منه 7 مديريات، كل مديرية لها مدير. المدير أو كل مديرية تحت منها عدد من الأقسام، كل قسم له ناظر. تمام كده؟ طب ايه القانون اللي طبقه محمد علي في السودان؟ اقول لكم ان هو طبق القانون العثماني وهنقولها بعد شويه، ولكن محمد علي يا اولاد كان رجل يحب العدل ويحب تطبيق القانون، فقام بمحمد علي هنا بمحاكمة عدد من الموظفين ومصادرة أموالهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيستغلون مناصبهم، سوء إدارتهم واستغلال مناصبهم. يبقى هو كان رجل عادل دائما بيتفقد أمور الدولة في السودان، عايز الحكم يكون حكم عادل. فكل الموظفين اللي كانوا بيسيئوا يعني الإدارة وبيستغلوا مناصبهم في استغلال الأهالي، قام بمحاكمتهم ومصادرة أموالهم. يعني إيه مصادرة أموالهم؟ يعني الإضاعة تحت إيه؟ تحت إدارة الدولة. يبقى بما تفسر قام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين ومصادرة أموالهم بسبب سوء إدارتهم واستغلال مناصبهم. بعد كده نروح بعد الإصلاح الإداري يبقى الإصلاح العسكري. الإصلاح العسكري، محمد علي قام بوضع حامية عسكرية، يعني قوات للجيش. بما تفسر وضعها في السودان ليه يا مس؟ أكيد بسبب توفير الأمن والحماية، أو توفير الأمن والنظام والحماية. يبقى دور الشرطة، الحامية العسكرية كأنها بتقوم بدور الشرطة، يبقى توفير الأمن والحماية في السودان. الحامية العسكرية عنده كانت بتتكون من 3 عناصر: جنود مصريين، جنود سودانيين، عدد قليل من الأتراك. جزء منه من الحامية جنود مصريين، جنود سودانيين، وعدد قليل من الأتراك. يبقى التطور العسكري كان الهدف منه، أو الحامية العسكرية، تأمين أو توفير الأمن والحماية. توفير الأمن والحماية. توفير الأمن والحماية. بعد كده هنروح للنهضة العمرانية. النهضة العمرانية، محمد علي اهتم بإنشاء المدن السودانية، وعلى رأسها طبعا مدينة الخرطوم. مدينة الخرطوم هو اللي أنشأها محمد علي. يبقى مدينة الخرطوم اللي هي العاصمة الحالية دي أنشأها محمد علي، يبقى جعلها عاصمة السودان. 1، جعلها عاصمة للسودان. جعلها إيه كمان يا مس؟ مركز أو مقر الحكمدار السودان، معسكر للجيش. 3 حاجات: عاصمة للسودان، مقر للحكمدار، معسكر للجيش. طيب اهتم بيها، عمل ايه كمان؟ انشأ فيها العديد من المباني الحكومية. انشأ فيها مسجدين، 2 مسجد ومستشفى، مسجدين 2 ومستشفى. انشأ فيها كمان ترسانة لصناعة السفن النيلية، وانشأ فيها العديد من المصانع، زي ما هناخدها، زي مصانع البارود، ومعمل لتشكيل الحديد، ومصنع لنجارة الخشب. كل دي حاجات انشأها في الخرطوم. وأنشأ فيها العديد من المخازن والمصانع. يبقى أنشأ مدينة الخرطوم، جعلها عاصمة السودان وهي العاصمة الحالية، مقر الحكمدار الخرطوم، معسكر للجيش مدينة الخرطوم، أقام فيها العديد من المباني الحكومية، زودها بمسجدين ومستشفى. كل ده عن مدينة الخرطوم. أنشأ بها ترسانة لصناعة السفن. ما فيش مدينة تانية يا أولاد أنشأ فيها محمد علي ترسانة. يعني إيه ترسانة؟ يعني مصنع لتصنيع السفن النيلية، السفن اللي بتبحر في نهر النيل. وأنشأ العديد من المخازن والمصانع. طيب بعد كده هنجد إن هو أنشأ ده بالنسبة لمدينة الخرطوم، أهي ده موقعها. في مدينة تانية اسمها مدينة كسلة. مدينة كسلة، ودي أقام فيها أبراج ومواقع، ومواقع للتحصينات. مواقع زي التأمين أو التحصينات، دي المواقع للتحصينات العسكرية. جعل بها حامية عسكرية ثابتة. فيها حامية يعني إيه؟ يعني فيها قوات عسكرية موجودة ثابتة للتأمين. طب ما النتائج المترتبة على إنشاء محمد علي واهتمامه بمدينة كسلة وإنشاء الأبراج بها؟ أو أدى ذلك إلى توجه السكان من المناطق المجاورة للإقامة بها، وأصبحت من أهم المدن الموجودة في شرق السودان. من أهم المدن الموجودة في شرق السودان، أهم وأشهر المدن في شرق السودان. يبقى ده بالنسبة لمدينة كسلة. يبقى اكتب ما تشير إليه العبارة:
مدينة أقام بها محمد علي أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية وجعل بها حامية عسكرية ثابتة هي مدينة كسل. مدينة جعلها محمد علي عاصمة السودان مقرا للحكمدار معسكرا للجيش، دي مدينة الخرطوم. بعد كده هنروح للإصلاحات القضائية. محمد علي زي ما احنا قلنا في التقسيم الإداري كان عندنا 7 مديريات، يبقى عندي كم مديرية؟ 7 مديريات. طيب كل مديرية كان لها مدير، وكل مديرية عين لها قاضي، يبقى في القضاء عين قاضي لكل ايه؟ لكل مديرية. بس يا أولاد القاضي ده كان له سلطته سلطة محدودة، يبقى السلطة بتاعت القاضي ده سلطة محدودة. ازاي الكلام ده؟ أقول لكم أيوة، لأن كان بيرأس أو هؤلاء القضاة رئيس القضاة، رئيس الايه؟ القضاة هو اللي عنده الحكم النهائي. الحكم الايه؟ النهائي. رئيس القضاة يبقى رئيس القضاة، معلش الصفحة اهي، رئيس القضاة. يبقى محمد علي قام بالايه؟ في القضاء. انا بدأت من الاخر، بدأت من هنا، ان هو عين قاضي في كل مديرية لكن بسلطة محدودة، ثم بعد ذلك عين رئيس للقضاة في الدولة، وده كان صاحب الحكم النهائي، صاحب الحكم والقرار النهائي. وايه القانون اللي استخدمه محمد علي؟ السودان كانت قبائل متصارعة، يعني كان عندهم اعراف وتقاليد قبلية هي اللي سائدة، يعني قوانين القبائل هي اللي كانت بتحكم. الكلام ده في عهد محمد علي انتهى، لانه بيبني دولة، فاستخدم فيها القانون العثماني للفصل بين النزاعات يا اولاد او الخلافات يعني بين سكان السودان، بدلا ما كانت الاعراف والتقاليد القبليه هي اللي كانت سائده. يبقى استخدم القانون العثماني للفصل بين النزاعات بين سكان السودان. يبقى كده في الاصلاح القضائي عرفنا ان هو عنده 7 مديريات، كل مديريه لها قاضي كان سلطته محدوده، رئيس القضاء هو كان ايه؟ صاحب السلطه النهائية والحكم النهائي، واستخدم فيها القانون الايه؟ العثماني. بعد كده هنروح للتعليم. اهتم محمد علي بالتعليم بشكل كبير. جميع أنحاء السودان ما كانش فيها مدارس، فأنشأ فيها الكتاتيب. لو جه قال لي صح وغلط إنه أنشأ المدارس النظامية في جميع أنحاء السودان يبقى غلط، يبقى أنشأ الكتاتيب أو نشر الكتاتيب. طب ليه؟ لأن الكتاتيب يا أولاد جمع كتاب، ودي بتلحق بالمساجد، بتعلم الناس أو بيتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة وبيحفظوا فيها القرآن الكريم. يبقى بما تفسر نشر الكتاتيب في جميع أنحاء السودان؟ أقول له لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن. بعد كده أنشأ بعض المدارس النظامية، وطبعا هتلاقوها في المدن زي الخرطوم، أنشأ بعض المدارس النظامية. طب بعد كده هنجد إن هو أرسل بعثات السودانيين، الناس اللي بتتعلم في المدارس، أن أرسلهم لمصر ليتلقوا تعليم خاص في المجال العسكري والإداري. يعني هم بيجوا يتعلموا عندنا في الجيش، لأن هو أنشأ مدرسة لتعليم الضباط عندنا في مصر في مدينة أسوان. يبقى هو كانوا بيرسلهم ليه؟ لكي يتعلموا في المجالات العسكرية والإدارية، ليتعلموا في المجالات العسكرية أو تلقي التعليم في المجالات العسكرية والإدارية. بعد كده محمد علي بنجد ان هو مهد الطريق ما بين السودان ومصر، او مصر والسودان. مهد الطريق يعني ازال منه العقبات، يعني يسر الطريق، يعني سهل الطريق، اصبح الطريق بين مصر والسودان مجهز، ووطد الامن بيه، يعني بقى الطريق امن ومجهز. طب ده ادى الى ايه؟ ادى الى ان سكان السودان او شباب السودان نفسهم بقوا يقبلوا ياتوا الى مصر في الازهر طلبا للعلم. طب بيسكنوا فين؟ فاكرين أروقة الأزهر اللي قلناها في الترم الأول؟ أيوة، في أروقة الأزهر. يبقى ما النتائج المترتبة على تمهيد محمد علي للطرق بين مصر والسودان وتوطيد الأمن بها؟ أقول أدى ذلك إلى إقبال شباب السودانيين أو الشباب السوداني على الأزهر طلبا في العلم. كده بقى لنا الجزء الأخير وهو التطور الاقتصادي. الاقتصاد يا أولاد عندنا دايما بيشمل الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة والتعدين إلى آخره، ولكن أنا هتكلم عن الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والنقل. طيب هنبدأ بالزراعة. محمد علي اهتم بعدة أمور
تخص الزراعة في السودان. طب هات الدليل على كده. أقول أول حاجة إن زي ما انتم شايفين كده أرسل المزارعين المصريين ليدربوا السودانيين أو أهل السودان على الزراعة أو أساليب الزراعة المتقدمة. اشمعنى يا ميس؟ يعني هو كانوا أهل مصر يعرفوا الزراعة وهم لأ؟ أقول لكم لأن إحنا يا ولاد حضارة زراعية، حضارة زراعية، نعرف الزراعة من آلاف السنين. محمد علي جاب أهل الخبرة اللي هم المصريين، المزارعين المصريين، لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدم، واهتم بإنشاء مشروعات الري، فأنشأ حاجة اسمها السواقي. بصوا كده، السواقي دي حاجة كده زي الساقية اللي هي بتهتم بإيه؟ بتاخد المياه مثلا هنا، وعندي هنا الأراضي الزراعية المرتفعة أو اللي هي بتكون موجودة هنا. طيب ناخد المياه من هنا من المنطقة المجرى المنخفض دهوت، تمشي في السقي، تعمل لها عملية رفع لحد ما توديها للأراضي المرتفعة. يبقى هي الأراضي المرتفعة دي لولا السواقي ما تقدرش تزرع، لأن الساقية هي المياه يا ولاد مش هتطلع لفوق لوحدها، مش هتطلع للأراضي المرتفعة لوحدها، فكانت محتاجة السواقي، عملية رفع لمياه الري. يبقى اهتم بمشروعات الري وأنشأ السواقي وحفر قنوات الري، وده أدى إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية. يبقى اهتمام محمد علي بمشروعات الري أدى إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية. بعد كده هنجد أنه أدخل العديد من المحاصيل في السودان، أهمها محصول القطن وقصب السكر وبعض أشجار الفاكهة. القطن وقصب السكر وبعض أشجار الفاكهة. من هو؟ على فكرة محمد علي هو اللي أدخل محصول القطن في مصر وفي السودان. يبقى من هو أدخل محصول بعض المحاصيل مثل القطن وقصب السكر وأشجار الفاكهة في السودان؟ أقول له محمد علي. اهتم كمان يا ولاد مع الإصلاحات اللي عملها في مجال الزراعة بتحسين الإنتاج الحيواني، بما تفسر بهدف تصدير الماشية. يعني هو اهتم بالثروة الحيوانية عشان يصدر الماشية واللحوم الحمراء. يبقى محمد علي اهتم بعدة أمور للنهوض بالزراعة. دلل، أقول له أرسل المصريين المزارعين لتدريب السودانيين على الزراعة وأساليب الزراعة المتقدمة. 2 اهتم بمشروعات الري فأنشأ السواقي وحفر الترع وزاد ذلك من مساحة الأرض الزراعية. أدخل زراعة بعض المحاصيل زي القطن وقصب السكر وأشجار الفاكهة أو بعض أشجار الفاكهة. اهتم بتحسين الإنتاج الحيواني لتصدير الماشية. بعد كده هنروح للتعدين والصناعة. محمد علي اهتم بالتعدين والصناعة زي ما اهتم بكل الأنشطة الاقتصادية. بالنسبة للتعدين انه اهتم بالبحث عن المعادن، ده تعدين. يبقى تعدين، النقطة الأولى دي تخص التعدين يعني الراجل كان بيهتم بالبحث عن المعادن. فاكرين ان من سبب اكتشافاته او استكشافاته للسودان كان الهدف منها البحث عن المعادن مثل الذهب، وقدر ان هو يا ولاد يستثمر العديد من المعادن مثل الحديد والذهب. طب بالنسبة للصناعة، هنا الصناعة هنجد ان هو انشأ العديد من المصانع كلها في مدينة الخرطوم. زي مصنع البارود الذخيرة يا ولاد، الذخيرة اللي هي الأسلحة، يعني حاجة تشبه كده أو الذخيرة اللي بنستخدمها في الأسلحة. طيب فأنشأ مصانع البارود في الخرطوم، وأنشأ أيضا ترسانة صناعة السفن النيلية برضو في الخرطوم، وأنشأ معمل زي مصنع صغير كده لإعادة تشكيل الحديد، وأنشأ كمان مصنع لنجارة الأخشاب أو تصنيع الأخشاب. يبقى 4 مصانع: البارود وترسانة لصناعة السفن، ومعمل لإعادة تشكيل الحديد، ومصنع لنجارة الأخشاب. بعد كده اهتم محمد علي بالتجارة والنقل. اهتم بالتجارة والنقل. التجارة يعني تأمين طرق التجارة، ودي لازم يا أولاد لابد ان ازدهار التجارة بيهتم او ازدهارها بيعتمد على حاجتين: ازدهار الزراعة والصناعة وتأمين الطرق. يبقى اهتم بتأمين طرق التجارة في السودان. مين هو اللي كان موجود عشان يحمي الطرق التجارية؟ أو لكم كلف شيوخ القبائل اللي هم البدو، لأنهم أكتر ناس كانوا فاهمين طرق الصحاري. فقال لمشايخ القبائل: انتوا المسؤولين عن حماية الطرق الصحراوية، وانتوا كمان اللي هتحموا لي القوافل التجارية. آخر حاجة عندي
في التجارة إنه اهتم بتطوير الملاحة النهرية، وده جعل مدينة الخرطوم من أهم المحطات التجارية في قارة أفريقيا. يبقى ده لو جه قال لي دلل هكتب النقطتين دول، ده في التجارة والنقل. طيب بعد كده آخر جزء يا أولاد معانا، تعالوا نشوف موقف الدول الأوروبية من توسعات محمد علي في أفريقيا. طبعا هي ما كانتش في أفريقيا بس، هي كانت في أفريقيا وفي شبه الجزيرة العربية، حيث استطاع السيطرة على شبه الجزيرة العربية أو معظم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. طبعا الدول الأوروبية أولاد أو القوى الأوروبية الكبرى وخاصة إنجلترا وفرنسا تحالفوا مع السلطان العثماني. السلطان العثماني لأن مصر كانت ولاية عثمانية، ومحمد علي المفروض إن هو ولايته أو إن هو يكون يعني تحت رعاية السلطان العثماني، يعني السلطان العثماني هو اللي يعطيه الأوامر. طبعا نتيجة لتوسعاته الكبيرة في أفريقيا وآسيا، وكان سيطر على جزيرة كريت، الدول الأوروبية وجدت إن محمد علي يعني بيهدد مصالحهم الاقتصادية. توسعاته اللي قام بها في أفريقيا دي بتهدد مصالحهم الاقتصادية، فلذلك اتفقت الدول الأوروبية وتحالفت مين؟ الدول الأوروبية مع مين؟ مع السلطان العثماني. من أجل إيه؟ من أجل إيقاف توسعات محمد علي التي تعارضت أو التي تهدد مصالحها الاقتصادية. يبقى هم الهدف إن هم اجتمعوا وتحالفوا فين يا ترى؟ في لندن، في مدينة لندن، فتسمت المعاهدة دي بمعاهدة لندن سنة 1840. يبقى القوى الأوروبية تحالفت مع السلطان العثماني من أجل إيقاف توسعات محمد علي التي تعارضت مع مصالحها الاقتصادية، فعقدت معاهدة لندن. طب ما النتائج المترتبة على معاهدة لندن؟ أقول لكم هنا سؤال، ما النتائج المترتبة على معاهدة لندن؟ أقول أدى إلى تخلي محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر، يعني تخلى عن شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وجزيرة كريت، كل ده لصالح السلطان العثماني، وهو كان مجبر، يعني ما كانش شيء باختياره، لأن العالم أو القوة الدولية كلها تحالفت ضده، فكان هو لابد أن يقبل بشروط المعاهدة. يبقى ما النتائج المترتبة أو نتيجة معاهدة لندن 1840؟ تخلى محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر، ولكن بعد سنة من معاهدة لندن عقد أو فرمان اسمه فرمان السلطان العثماني. يعني إيه فرمان؟ يعني أمر يصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ. أصدر السلطان العثماني بعدها بسنة واحدة سنة 1841 فرمان. الفرمان ده بينص على حكم مصر والسودان أن يكون هذا الحكم وراثي لمحمد علي. وتاني سنة 1840 عقدت معاهدة لندن التي تحالفت فيها الدول الأوروبية أو القوى الأوروبية مع السلطان العثماني ضد محمد علي. من أجل إيه؟ هدفها إيه؟ إيقاف توسعات محمد علي إيقاف توسعات محمد علي التي تعارضت مع مصالحها الاقتصادية. طب بعدها بسنة عقد فرمان أصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ على إيه؟ على إن محمد علي يحصل على حكم وراثي هو وأبنائه من بعده لمصر والسودان. عشان بقول لي أكد فهمك، حطها لي في هيئة أسئلة يا أولاد. تحالف الدول أو القوى الأوروبية مع السلطان العثماني في معاهدة لندن، أقول أهي لإيقاف توسعات محمد علي التي تهدد مصالحها الاقتصادية. طب ما النتائج التي ترتبت؟ أهي نفس الأسئلة اللي احنا قلناها وإجابتها. أدى إلى تخلي محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها في مصر. التدريب الثاني، يرجع الفضل في نهضة السودان إلى الإمبراطورية البريطانية التي أدخلت مظاهر النهضة الحديثة بها. طبعا غلط، طبعا بيرجع إلى بناء محمد علي أو إصلاحاته المتعددة في السودان. رقم 2، قام محمد علي بتقسيم السودان ل7 مديريات، صح، افتكروا ان هو كان بيحب. رقم 7، استبدل محمد علي الأعراف والتقاليد المستخدمة للفصل في المنازعات بالسودان بالقانون الفرنسي. طبعا غلط، هو هنا القانون العثماني.
أنشأ محمد علي العديد من المصانع في مدينة الخرطوم مثل البارود، صح. اهتم محمد علي بتحسين الإنتاج الحيواني بهدف الاستهلاك المحلي، طبعا غلط، بهدف التصدير للخارج. أصبحت مدينة الخرطوم من أهم المحطات التجارية في أفريقيا في عهد محمد علي، طبعا صح. أسند محمد علي حماية الطرق التجارية بالسودان إلى شيوخ القبائل، صح. اكتب ما تشير إليه العبارة. وظيفة استحدثها محمد علي في السودان كانت لها السلطة العسكرية والمدنية، طبعا حكم دار السودان. اهتم محمد علي بنشرها في جميع أنحاء السودان لتعليم القراءة والكتابة، طبعا الكتاتيب. آلة زراعية استخدمها محمد علي ليزيد من مساحة الأراضي الزراعية، السواقي أو الساقية. معاهدة فرضت على محمد علي أو فرضت عليه سنة 1840 هي معاهدة لندن. بكده نبقى خلصنا حبايبي الدرس الأول في الوحدة الثانية. يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس كويس. إذا فهمتوا الدرس واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. شكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.